ابتلاء 40 يوم. نعم، إذا ابتعدت على الله سبحانه وتعالى ولم ينزل عليك ابتلاء خطير، ربما تكونين في استدراج أو تكونين أبعدك الله عنه. يا الله، كاينين بعض البنات اللي هما كيعيشوا في واحد النعم، عنده جمال، عنده حسب، عنده نسب، عنده والدين، عنده خوت أصحاء، هي صحيحة سليمة في الجسد ديالها، عنده عمل، عنده زوج، عنده أولاد سليمين، عندها دار ما شارية لا فكرة لا في شيء، ما عندها ريبة، أو أوقات قدر أنها تغوص في الربا طولها بعرضها، ولا شيء، ولا ابتلاء ولا أمراض ولا مصائب ولا أي شيء، كتلقاها ما عندها ولا شيء. هذيك تكون في استدراج، أن الله يستدرجها حتى غادي يجي لها هاد الأمة واحد الوقت، غادي يجمع ليها 7 في 4 هي 28. الله يستر. الروس دو كتلقيها في واحد النهار، في واحد السنة، في واحد الساعة، في واحد الثانية تستف، كتصير عندها مصيبة قاصحة كتهز الأرض والعباد معها، والعياذ بالله يا رب. إلا كنتي يا عزيزتي فقيرة، واحدة أخرى عندها الدين، وإلا ما كانش عندك طوموبيل، واحدة أخرى مقطوعين ليها رجليها، وإلا كتحسي بآلام، فغيرك يا عزيزتي ينامون على أسرة بيضاء يتسناو شي حد يقلبهم. وإلا ما عندكش الولاد، راه أسرة كانوا عندها 4 ومشاو في دقة واحدة وما بقى عندها ولا واحد. أما صعب اللي عندك ولا اللي عندهم. فملي تجيك المحن الحياة، حاولي أنك تذكري حاجة معها، أن الله شنو هي الرسالة اللي بغى يعطيني من وراء هذه المحنة، وثقي فيا أن هذه المحنة هي اللي غتذكرك ديما بالله، وغتحبي الله أكثر وغتقربي منه كبر. حمد الله أنه ما ابتلاكش في دينك، وابتلاك غير في الجسد أو في مال أو في ولد أو في زوج، معنى أنه ابتلاك في دنيا وليس دين. رضاي بما كتبه الله لك، وثقي فيا أن الابتلاء هو هدية من الله لك، هو محبة كعربون حب لهذا الإله لهذه الأمة. كل شيء كيشوف هذاك الكاس علاش طاح، وما خش هاد الإنسان يطيح لنا هاد الكاس، وانت فين كان عقلك لما طاح هاد الكاس؟ ولكن هما ما شافوش في الشخص هو نفسه مما يعاني. علاش جاتو ديك الرجفة حتى طيح الكاس؟ هو عنده شي حاجة بعد الداخل، نشوفه هو ماله، ما نشوفوش الكاس اللي هو يطيح. وهالشي اللي خاصك ديري انتي، ديما شوفي الابتلاء بواحد النظرة اللي هي مغايرة تماما عما ينظر إليه الناس. هذه ما يسمى بالبصيرة، وهذه كتصير عندك من بعدها حكمة. كنتمنى هادشي خصوصا في هاد رمضان.